صباح الخير عليكم حبايب ام يوسف، عاملين ايه؟ النهارده الجمعه، جمعه مباركه علينا وعليكم يا رب. هنعمل النهارده حلقه جميله ومتميزه النهارده من داخل مطبخي، وهي كفته الرز. دي ربطه خضره حلوه كده. يلا نشوف بقيه المكونات. وده كيلو الا ربع من الرز المنقوع ومتصفي، ومعايا بصلايه ومتوسطه الحجم وتوم كده مقطعاه شرايح. والتوابل بتاعتنا اهي، اللي هي زعتر محوج، فلفل اسمر، مرقه فوريه، ملح، توم باودر، بصل باودر، شطه، كزبره، كمون. والسر بقى معانا هنا في المكرونه ديت 50 جرام من المكرونه بضيفها على الرز بتاعي علشان خاطر الكفته بتاعتي ما تفكش في الصلصه. ده سر من اسرار نجاح ان الكفته بتاعتك ما تتفكش. يلا بينا، احنا رايحين على الجزار عشان نقطع اللحمه بتاعتنا ونضرب المكونات دي هناك عند الجزار. اهو يا حبايبي، انا رجعت من السوق وعملت الكفته بتاعتي زي ما انتم شايفين اهي. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. بس انا طبعا هحطها ترتاح في الفريزر 10 دقايق وهبدا اشتغل فيها تصبيع باذن الله. اهي انا طلعت الكفته بتاعتي من الفريزر بعد ما بصمت كده، وبصوا شايفين، حسيت ان هي ايه خلاص ما بتلزقش في الايد وجميله كويسه زي ما انتم شايفين كده. بصوا لونها جميل ازاي. وهنا انا جهزت طبق زيت والصينيه بتاعتي اللي هصبع وارص عليها زي ما انتوا كده شايفين يا حبايبي. اهوت امسك كده حته العجينه بكورها بايدي وبعد كده ابدا اصبعها كده اهو. سهله جدا ما شاء الله عشان مخدوم عليها. شايفين شكلها عامل ازاي. انا صبعت اهوت نص الكميه زي ما انتم شايفين ما شاء الله جمالها وشكلها عامل ازاي. صوابع صغيره عشان بتنفش وتتخن، فما تعملوهاش من البدايه صوابع كبيره. وطبعا دي نص الكميه بقيتها انا هفرزها عشان تبقى اكله ان شاء الله في رمضان، من ضمن تفريزات رمضان. حاجه كده، كل ما يبقى في حاجه نشيل بقيتها في التلاجة تنفعنا يوم في رمضان. كل عام وانتم بخير، يقعدوا علينا وعليكم بخير يا رب. هنا على عين خرطت بصله وبدأت عشان اجهز التخديعه بتاعتها. وفي طاسه كده على النار هنزل بزيت نضيف زي ما انتم شايفين بس بسيط خالص عشان ابدا اقلي الكفته بتاعتي. انا هنا كده بدأت بسم الله ابدا كده احمر الكفته بتاعتي. العامل التاني برضك من نجاح عمليه الكفته انها متفكش ان انت تحمريها كويس وهي في الزيت، علشان خاطر ايه؟ لو طلعتها نيه شويه بصوا شايفين ما شاء الله لونها هتروح فكه معاكي، فلازم انت تدوسي عليها سنه كده في التحمير شويه. هنا طبعا دي طاسه كده على هيئه كور عشان العيال بيحبوها، لازم كده تفرحي العيل وتعملوا اللي هو نفسه فيه على قد ما تقدري. وادي لونها اهي بعد ما طلعناها، شايفين اللون. والبصله بتاعتك ما تحرقهاش، يا دوبك تخليها تصفر كده، هي داخله على الصفران اهو. يا دوبك هننزل بشقشق الطماطم وتتصدق ويبقى احنا كده قربنا نجهز الكفته. انا هنا كده هبدا انزل بنص شقشق من الطماطم. الكفته يا جماعه من الاكلات الجميله اللي بتفكرنا بروايح العيد الكبير، عادات وتقاليد المصريين دايما بيعملوها في العيد الكبير، واكله سريعه ومش مش بتاخد وقت في المطبخ بصراحه، وسهله يعني، وهي برضو يعتبر موفره شويه. انا هنا الصلصه بتاعتي بدات تغلي، هنزل عليها بمكعب مرق الدجاج بربع معلقه كده من الشطه الحراقه على حسب الرغبه اللي بيحبها. نزلنا كده بربع معلقه من الثوم البودر على البصل البودر، معلقه من الملح، طبعا احنا هندوقها على حسب طعمها. حقيقي الصلصه بتاعتي كده ظبطيها خليها تتبل يبقى لها طعم وروح كده. تعمل ايه يا عبوده؟ تعمل ايه؟ تاخد كفته؟ عجبك الكفته؟ طب ماشي، هتقول للجمهور بتاعنا ايه للمشاهد؟ اعملوا لايك واشتراك في القناه. ماشي، يلا اعملوا بقى لايك، ما تزعلوش عبد الرحمن، اعملوا لايكات كتير. بصوا حبايب قلبي، دي نص معلقه سكر بسيطه كده صغيره علشان الحموضه، عشان الصلصه ما تعملش حموضه على الصدر للاكل.
انا هبدا انزل بشفشق ميه عشان ايه البوطه بتاعتي خلاص كده اتسبكت. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الميه بتاعتي اهي، لما تغلي ابدا اسقط كفتتي فيها. انا خلصت تحمير الكميه بتاعتي اللي انا هستخدمها، وادي الصلصه اهي غليت اهي. هبدا كده بسم الله انزل بالكفته بتاعتي على الصلصه. بسم الله. ونبدا كده ايه نقلب فيها كده ونغطي عليها بالغطا وتاخد غلوتين ونسيبها هي تكمل سوا مع نفسها ان شاء الله في السخونيه بتاعتها علشان ما تفكش مننا في الصلصه. شايفين لونها شهي ازاي وطعمها اشهى. بصوا ما شاء الله كفتتي استوت اهيت وبقت زي الورد. انا هروح اجهز بقيه الغدا من ورا الكاميرا وتشوفوا معايا الشكل النهائي بعد كده، الرز بتاعي والسلطه وكده. وتعالوا بس نعمل تيست للكفته الاول. بسم الله ما شاء الله، شايفين شكلها جميل جدا. هنبدا نقطع كده منها. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. شايفين بتتقطع ازاي، جميله جميله. وادي لونها من جوه هو ولا معجن ولا حاجه، وشهيه وجميله جدا. هنا بسم الله الرحمن الرحيم هبدا بقى اغرف الاكل بتاعي معاكم اهو. شايفين ما شاء الله. ودي حبايب قلبي غرفت معاكم رز محمر اهوت، وطاجن الكفته الجميل في الطبق بتاعي، ودي السلطه بتاعتي الجميله البلدي اللي انا معوداكم عليها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دمتم في حفظ الرحمن. متنسونيش في شير ولايك واشتراك من مطبخ رانيا شعلان.